كلنا عارفين كرتون توم وجيري، وكلنا تقريبا اتفرجنا عليه واحنا صغيرين، وفي ناس بتتفرج عليه وهي كبيرة. بس اللي ما تعرفوش ان في حلقات كرتون لتوم وجيري اتمنعت من العرض، حلقات محذوفة بسبب ان فيها مشاهد دموية او بتشجع الاطفال على الانتحار وغيرهم من الحلقات. بس الحلقة اللي معانا النهاردة اتمنعت في الدول الاسلامية بس. طب ليه اتمنعت من الدول الاسلامية؟ ده اللي هنعرفه. بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. حلقة بعنوان القط السماوي. حلقة بتبتدي عادي، الصراع المعتاد بين توم وجيري والمطاردة بتاعتهم، ومرة واحدة البيانو يقع على توم، وعلى غير العادي بنلاقي روحه طلعت من جسمه وطلع على سلم طويل جدا للسما. بيفضل توم يطلع لغاية ما يوصل لمكان مكتوب عليه الجنة، وواقف على البوابة دي قط، وبيدخل الناس للجنة واحد ورا واحد لحد ما يجي الدور على توم، وبيقوله أنا آسف، مش هتقدر تخش من غير ما تاخد الورقة دي وتطلب الإذن من فار جيري إنه يمضيلك عليها، وقدامك ساعة واحدة بس، ولو فشلت هتخش الجحيم. وده كان منظر الجحيم. بيترعب توم وبترجع روحه تاني للحياة. بيروح توم وعايز جيري يمضي على الورقة، ولكن جيري ما يرضاش يمضيها. وبيروح يجيب جبنة لجيري، ولكن جيري بياخد الورقة ويقطعها ويرفض ان هو يمضيها. بيتعصب توم ولسه هيمسكه يضربه، ولكن يفتكر الجحيم ويقعد يبوس في جيري ويلزق الورقة ويترجاه يمضيها، والوقت هيخلص. ولكن بطيبة قلب جيري بيمضي الورقة وبياخدها توم وبيجري. ولكن للأسف خلص الوقت وبينزل للجحيم، وفي الآخر يكون بيحلم توم، وتوم يروح يخبط على جيري ويقعد يحضنه ويبوس فيه، والحلقة تخلص على كده. ممكن حضرتك تقولي ما هي حلقة عادية. هقولك إنها اتحذفت بسبب إن الأجانب عندهم عادي يتريقوا على الجنة والنار والحساب وكل ده. طبعا بالنسبة للدول الإسلامية دي طبعا بتبقى حرام الجثة عندنا، علشان كده حضرتك أو حضرتك عمركم ما شفتوا الحلقة دي قبل كده على التلفزيون. وتتمنع الحلقة من الدول العربية والإسلامية لأن هي بتسيء للأديان. ولو ما تعرفش في كرتونات ياما أساءت للأديان، ودي عادي عندهم، ولكن اللي مش عادي إن يبقى كرتون يسيء للإسلام، ده اللي مينفعش عندنا. وبكده أنا وصلت لآخر الفيديو. لو عجبك دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد، وقولي رأيك في الكومنتات. سلام.